السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا المتابعين؟ النهارده اسم الفيديو ازاي اجيب ميل وورم ببلاش. ببساطة عشان تجيب ميل وورم ببلاش يبقى تضغط سبسكرايب وتروح بسرعة تتفرج على الفيديو اللي انا منزله في الاول، اللي هو فيديو حل مشكلة غلاء الاسعار بانتاج دودة الميل وورم. تمام؟ هتروح هناك هتكتب لي في اول كومنت ان انا عايز ميل وورم، واللي مش عارف احنا دلوقتي بنعمل تجربة على الميل وورم على تربيتها، واللي هيطلع من التجربة دي أنا هاوزّعه على كل الناس اللي كاتبين comment بيقولوا إن هم عايزين في meal worm. لحد دلوقتي في واحد كتب comment، باشمهندس تامر، وقال إن هو عايز نصيب من الmeal worm، ولو ما حدش تاني كتب فهو اللي هياخد الmeal worm كله. أنا باقول لكم أهو، اللهم بلّغت. طيب، تعالوا بقى نشوف التجربة بتاعتنا عملت إيه، والنهارده في مفاجأة جميلة جدًا، وهي إن التجربة فيها نجاح جامد جدًا. إحنا آخر مرّة في التجربة كان عندنا بالنسبة للخنافس كان عندنا 3 خنافس. النهارده إحنا الخنافس ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله وصلت معانا ل14 واحدة. تعالوا كده نصوّر هنا، الكاميرا تيجي على الخنافس، جايباها كده الكاميرا. بُصّوا هُم طبعًا دافنين نفسهم تحت لإن هُم خايفين، بس إحنا بقى إيه، هندوّر عليهم كده بسرعة نورّيهم للمشاهدين. هُم دافنين نفسهم تحت خالص والّا إيه؟ أهو، بُصّوا يا جماعة، بُصّوا، بُصّوا كده، أهُم، 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 أهُم. طبعًا إحنا بنزعجهم، المفروض ما نزعجهمش، بس بقى معلش لازم نزعجهم. رُحتوا فين تاني؟ أهُم، تعالوا هتلاقي في حبّة هنا كمان، أهُم برضه هنا. زي ما إحنا ما شايفين، لو أنتم حابين إن أنا أطلّعهم وأعدّهم واحدة، واحدة قدّامكم عشان يبقى في مصداقية، ما فيش أي مشكلة، أنا ممكن أعمل كده، ولكن دول أنا عاددهم وأنا باسكّنهم هنا أو أنا باحطّهم هنا عدّيتهم، وكان العدد 14 واحدة. طيب أنا باعمل إيه بقى، أنا إيه الحاجات اللي أنا باعملها في التجربة دي كل يوم عشان الناس تبقى عارفة؟ أنا كل يوم باقوم باصص في الدود. تعالوا نبُص هنا في الصندوق بتاع الدود، بالاقي إيه، شايفين الدود اللي طالع فوق ده؟ الدود ده هو اللي هيتحوّل للشرانق. ممكن ألاقي واحدة اتحوّلت زي دي، أقوم أنا واخد الشرنقة دي، أدي 1 وأدي شرنقة كمان أهي، أدي 2، تمام. بس هم دول الشرنقتين اللي طلعوا. هو سبحان الله الدود بيطلع لفوق عشان يتشرنق، عشان إحنا بقى ما نقعدش ندوّر على الشرانق تحت وكده، فهو بيريحني وبيطلع لفوق وبيعمل الشرنقة. فأنا هاخد الشرانق دي اللي هم 2 أحطهم في البوكس بتاع الشرانق، تمام. والبوكس بتاع الشرانق إحنا شايفين هنا في شرنقة طالع منها أهي خنفسة لسه لونها بني حتى، لسه ما اسودتش، فدي أنا هاخدها أهي. بس هاشوف لو في حاجة تانية، لو في خنفسة تانية والّا حاجة. في واحدة أهي. الخنافس طبعًا بتحب إن هي تدفن نفسها، فعشان كده أنا هنا مش حاطط لهم إيه، رَدّة كتير عشان ما اقعدش أدوّر عليهم كتير، إن هُم بيبقى لونهم صعب إن هُم يتشافوا. رُحتِ فين؟ في واحدة كمان أهي. وبكده يا جماعة بُصّوا هنا، بكده أنا عندي 3 خنافس لسه طالعين النهارده، لسه طالعين النهارده بلونهم البني أهو، هيتضافوا على ال14 خنفسة اللي هنا، وبكده يبقى إحنا عندنا 3 و14 يبقوا 17 خنفسة. أنا هاحطهم هنا أهم، أحط لهم البطاطا بتاعتهم. طبعًا الناس اللي أول مرّة تشوف الحاجات دي أنا بس عايز أفهّمها حاجة، البوكسة دي أو تانك أو الأكواريوم بتاع السمك ده، ده أنا كنت حاطط فيه الدود، فأنا نقلت كل الدود من هنا لهنا، نقلته كله هنا. طيب ليه أنا نقلته؟ زي ما إحنا ما شايفين، شايفين مساحة الأكواريوم ده كبير إزاي؟ إنما ده مساحته صغيرة، عشان أنا أقدر أتحكم أكتر في الدود اللي عندي أو في الmeal worm اللي عندي ده، أقدر أتحكم في عدده وفي شيله وفي حطه، وبدل ما أقعد أجري وراه يعني في التانك عشان إيه، أشيل حاجة. وبكده أنا وفّرت عندي مكان كبير زي ده، خلاص ده هينتهي. التانك ده هينتهي خلاص، مش هيظهر تاني، تمام. وطبعًا أنتم عارفين كُلّه شاف ده، وده اللي أنا كنت حاطط فيه الخنافس، ولكن أنا نقلت الخنافس برضه في البوكس الصغير ده. هتقولوا لي ليه عملت كده؟ هاقول لكم عشان أوفّر
في الرده، لان بدل ما انا ما احطهم في البوكس ده وهضطر احط رده او شوفان كتير، هنا انا هحط حاجات اقل بكتير. وفي نفس الوقت ايه، هم مش محتاجين اكبر من كده، يعني هم مش محتاجين مكان واسع. بالعكس، ده مكان زي ده انا ممكن احط فيه 1000 واحده. طبعا انا عندي 17، فانا استخدمت الايه، الاطباق الصغيره الجميله دي. الاطباق دي بيبقى ليها غطيان زي كده، احنا ممكن بنقفل عليها وبنخرم الغطيان. فده كده انتهى برضو معانا، مش هنستخدمه تاني. يبقى احنا كده عندنا في البلاستيكات الثلاثه دول، بلاستيكه فيها 17 خنفسه، بلاستيكه فيها من 30 ل 40 ميل وورم او دود القباني، وبلاستيكه فيها 6 شرانق. ده كده بعد 3 اسابيع من ما انا ما جبتهم. طبعا انتوا تابعتوا الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات، وانا هنزل فيديو بعد ده مهم جدا ان انتوا تتفرجوا عليه. وهي حاجات انا شخصيا غلطت فيها في تربيه الميل وورم، ولكن عدلتها. فانا هقول لكم على كل حاجه فيه ان شاء الله. ولكن احنا بقى عشان وقت الفيديو كده، فاحنا هننهي الفيديو. اي حد عنده سؤال يكتبه في التعليقات. محدش ينسى يعمل سبسكرايب، يشير الفيديو عشان الناس اللي عايزه تشوفنا مش مش هطول عليكم يعني اكتر من كده. واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.